بدأت العرقلة في الكرة الماضية من جانب اللاعب، وجماهير الهلال تحيي البرتغالي وتردد اسمه. شوف الكرة الماضية اللي جاءت من ميشائيل ديلغادو، لكن كان كرة هلالية ستلعب. شوف الشد والجذب الموجود بين البليهي ومنتصر، كرة موجودة بالراس خطيرة جدا، الله على الكرة. شوف الكرة الماضية بالفعل من ميلينكوفيتش سافيتش. هذه الكرة الماضية بالراس حضر في مباريات كثيرة وسجل العديد من الأهداف مع فريق نادي لاتسيو الإيطالي. الكرة تعود لها من جديد، لمسة وتمريرة إلى كانو حط الكرة إلى سعود عبد الحميد في الخلف، محاولة موجودة إلى خالد كوليبالي، أمامية الكرة مستمرة لا خطيرة لصالح الهلال، تصويبة قوية من سعود عبد الحميد لفارس إلى محمد كانو من تمريرة طولية حلوة الكرة خطيرة، محاولة ميلينكوفيتش جول سافيتش يسجل. شديد هذا الهلال، شديد الباس، احذروا يا ناس لقد عاد لكم الزعيم. الكرة في الجول من الصربي الكبير. كنت اتكلم قبل دقائق بأن قوة في الهجوم إلى الخلف، بأن قوة في البطولة العربية انتهى لصالح الوداد 3-1 في عام 89. محاولة مستمرة عبد الله الحمدان، عبد الله يتقدم بالكعب جميلة، ميلينكوفيتش سافيتش خطيرة جدا. شوف الكرة الماضية سافيتش كاد أن يسجل، زولا يمشي الكرة ممتازة في خط النص، تنقل الكرة في هذه الأثناء. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات SSC في الوطن العربي أينما كنتم، يطلق حكم لقاء صافرة معلنا يتواجد في أرضية الميدان بالإضافة إلى سيف الدين بوهرة. يدخل الشوط الثاني مع حراسة مرمى سعود البليهي كوليبالي شهراني كانوني سافيتش ميشائيل سالم الحمدان. هذه اختيارات في سوس، الكرة مستمرة موجودة، هنالك خطأ لمصلحة سالم الدوسري، خطأ موجود. ونشوف الآن اللاعب أمين أبو الفتح اللي كان تسبب بالخطأ الماضي على سالم الدوسري، كان تدخل قوي. شوف يعني بعض التدخلات معليش يعني يا أمين بصراحة، التدخلات اللي مثل كذا ما لها داعي بصراحة. يعني شوف التدخل اللي كان من أمين أبو الفتح الليبي، والخسارة التي كانت في مباراة قوية ضد السد القطري. كلا المباراتين كانت على أرضية هذا الملعب. محاولة خطيرة للوداد، ولكن التغطية موجودة من ياسر الشهراني يستعيد جزءا من عافيته. شوف الكرة الماضية بدأ وكأنه كان متسللا في اللقطة الماضية، كان متسلل اللاعب رقم 22 من فريق 0-0. بهذه النتيجة الهلال سيتأهل، بهذه النتيجة الهلال يتأهل، إلا إذا كان هنالك كلام آخر للوداد. قوية جدا الكرة الماضية، عرضية ولكن الكرة تتخلص. شوف الكرة الماضية زي ما قلت لكم بأن هدف التعادل للوداد. حكم اللقاء اطلق الصافرة قبل ان ياتي الهدف، هدف التعادل الذي جاء من تسديده. بدا وكان حكم المباراة علي الصباح اطلق الصافرة لان هنالك لاعب واقع على ارضية الملعب. سالم الدوسري كان واقع على ارضية الميدان. هل يحتسب الهدف في اتخاذ القرار النهائي والفاصل؟ ما هو القرار؟ سيعود إلى الفار، سيعود علي الصباح إلى الفار لمتابعة الكرة الماضية. بطاقة صفراء على البليهي. هد يا بليهي. نشوف علي الصباح يتوجه إلى الفار لمتابعة الكرة الماضية والهدف الذي جاء عن طريق أمين أبو الفتح. شوف الكرة من جديد، كان الخطأ موجود ولكن القرار
يعود لحكم المباراة. هل سيثبت الهدف أم أنه سيلغي هدف أمين أبو الفتح؟ نشاهد ونتابع، الكل يترقب لما سيحدث بعد لحظات. مشاهدينا الكرام، شوف حتى اللاعبين كلهم متواجدين خلف حكم المباراة ينتظرون. اللقطة اللي أخذت وقت طويل من علي الصباح، ولا زال إلى حتى الآن يفكر ويتابع الكرة في أكثر من زاوية. ما هو قرار علي الصباح؟ هذه الزاوية كذلك واضحة، ولكن القرار الفاصل والنهائي إلى ماذا سيشير الحكم علي الصباح؟ سيشير إلى وجود خطأ. الهدف يلغى إذن على الوداد المغربي، وبالتالي النتيجة تستمر 1-0 للهلال. 1-0 للهلال، هدف ملغي للوداد. شوف لاعبي الوداد غاضبين جدا من قرار حكم المباراة. لاعبي الوداد في حالة من الشحن والغضب الكبير والتوتر من حكم المباراة علي الصباح، والنتيجة تستمر إذن على حالها. تستمر النتيجة على حالها 1-0 للهلال. شوف الحكم يشير إلى وجود لمسة يد حتى كذلك. وبالتالي من جانب علي تتخلص الكرة من الشاراني يخسر كرته، ترجع للوداد. خطيرة محاولة منتصر للجيم. جول! الله! جول! هدف التعادل للوداد. وداد الأمة يسجل الآن ويسعد عشاق القلعة الحمراء. 1-1 بعد خطأ فادح من ياسر الشارع. سعود عبد الحميد كنترول، سعود يحاول الهجوم، المحاولة، نيفز. جول! الله! الزعيم وإن تأخر سيعود، ولن يكون لأحد مفر. لن يكون لأحد مفر. روبن نيفيز، روبن نيفيز يسجل، يعني يحصل على الفرصة اللازمة. الكرة تعود الآن من ميشائيل. حكم اللقاء أشار إلى وجود صافرة وخطأ. لا نشوف الكرة الماضية. شوف حالة الغضب. هذه الكرة إعادة، لمسة اليد اللي كانت موجودة، ثم بعد ذلك ميشائيل. أوه هدوا يا شباب. نشوف حارس المرمى والشد القوي جدا بين اللاعبين. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شحن كبير في أرضية الميدان بين لاعبي الفريقين. وبالسلامة إن شاء الله لي. نشوف الكرة الأولى اللي كانت لميشائيل بينه وبين سيف الدين بوهرة. شوف محمد كنو اللي في هذا الاشتباك القوي بينه وبين أمين أبو الفتح وحارس المرمى.